شنو هاي قلة الحياة؟ شنو هاي؟ ايش قال؟ ايش قال؟ قال لك راعها لك صاحبتك جات. شنو هاي قلة الحياة؟ قلة لا دي الاحترام. احترم نفسك يا صاحبي، بلاش هذه المفردات الغبيه، ما ادري شو يقصد. تفضلي يا اختي كملي، ما عليكي منها، ادخلي في الخط. ما المقصود عشيقتك بلغة عربية فصيحة. لا ما يقصدش هذا الكلام، الله يهديكي، ما يقصدش هذا الكلام. لا ولي صاحبتك السيد مولي. لا ما يقصدش هذا الكلام. انت ادخلي في مداخلتك، ما عليكي منها، ادخلي في مداخلتك. أنا بالنسبة لي شوف، لا يوجد هناك جمهورية ديمقراطية إلا على أرض تيندوف. وفات الأخبار إن لم يريدوا تقرير مصير، وهذا اللي قال له يحانوه، ما هو خالد. هناك حكم ذاتي تحت السيادة المغربية. لماذا وأنت لا تريده تذهب لهذه الاجتماعات؟ أنا أقول إن لم ترغبون به أصلا لا تجتمعون مع المغاربة، فقولوا نحن رافضون لأمريكا ونرى ما سيحدث بعد ذلك. هذا هو السؤال. لماذا تجلسون مع المغاربة على الطاولة؟ ألستم رافضين للحكم الذاتي وتريدون تأسيس دولة؟ من تخاطبين هنا، البوليزاريو أم الجزائر؟ لا، المؤسس لا علاقة له، يبقى مؤسس، آخرتها تيندوف راي عنده. أنا ما أتكلم عن المؤسس مسكين أصبح يستخدم طرقا يعني صراحة بالنسبة لي أنا اللي نعرف من 1975 إلى يومنا هذا يريدون بتأسيس جمهورية سادسة في شمال إفريقيا ولا يرغبون إلا بذلك. فلماذا الآن يتراجعون ويجلسون مع المغرب المحتل كما يقولون على طاولة للتفاوض على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وأنت تريد تأسيس دولة؟ وكما قال الأخ الجزائري تحت، قال لك المغرب قال لنا نتقاسم. أول شيء من قال يتقاسم المغرب مع البوليزاريو الصحراء بوتفليقة رحمة الله عليه، هو من اقترح هذا الاقتراح وليس قبل قليل. يعني عندما تكذب على أشياء واقعية. بالنسبة لي أنا الجمهورية الديمقراطية هناك على أرض تندوف. إن أردت فتعال من أجل المغرب فقط. الاجتماع غصبا عنكم ستحضرون، والتفاوض على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وبعض المقترحات إن كانت في ذلك السياق. أنتم تقولون النصر أو الشهادة، لماذا الآن تقبلون وتجلسون في طاولة الحوار أنتم والجزائر وموريتانيا؟ بالنسبة لي للمخيم أنا أتكلم على عبد العزيز وهذاك اللي قال لك يا من سالك أطلب منك طلب إذا سمحتي. تفضل خويا. تهدري بالدارجة ديال الأقاليم الجنوبية الحسانية. هذه هي اللي نتكلم بها. اش دورني انا نقول لك؟ دابا مزيان. ايوا دابا مزيان، شدي فيها. اللي دور الجمهوريه الديمقراطيه الشعبيه يرفد الكلاشينكوف ويرفد السلاح. مرحبتي بك. الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه ونطرحوك فوق راسنا، مرحبا بك. حلم الجمهوريه انا اللي نستغرب له الجزائر لا زال لديه قدره على ان يصرخ ويقول الجمهوريه راهي على ارضك يا اخي العزيز وليست علي. في الأقاليم الجنوبية المغربية هو علم المغرب الذي يرفع فقط، ما خالق شيء معاه إلا علم المملكة. هاي الجبهة العلم عندها ولا عندك في تندوف يا ولد عمي. أنا بغيت نقول لكم بالمعنى حلم جمهورية سادسة في شمال إفريقيا أقبر وإلى الأبد، وفرض عليكم أن تجلسوا في الطاولة مع المغرب. يعني هذا اللي نقال له بوري خلاك تقعد وانت الدور تعود دولة. يعني تخيل انت نسيت هذا كامل وقعدت تمولي مع المغرب اللي هو تقولوا عنه محتل. مهم حلم الجمهورية انتهى إلى الأبد وأبناؤنا هم من سيرجعون. ذوك اللي عندهم مشاكل في الدولة هذوك راهم راجعين منهم إبراهيم غالي واتباعه اللي لا يشملهم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هم أولاد المملكة المغربية فقط وانتهى النقاش. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الجمهورية الديمقراطية الشعبية الصحراوية اللي كنتوا تحلموا بها اديوس شيز داد، راهي ماتت. الليلة اللي نديروا لها إن شاء الله العزاء غير اللي نديروها لا بالحمل الخرفان، ما عندنا الحم الشاب إن شاء الله. مرحبا. شكرا يا منتصر، شكرا لك يا حمزة. ماذا قصدت بصاحبتي؟ هي راهي فاهمه المعنى. هي هذه اللي كانت. ما هو المعنى؟ أريد يعني لحظة يا منتصر سالك. خليني معه. يعني ماذا تقصد أنت؟ ماذا تقصد؟ قل لي أنا لا وجهي الآن. لا عادي، بأنها هي كانت أنت قلت صديقتك وكذا، هي تعرفني أصلا في وجهي، تعرفني. ماذا تقصد بصاحبتي؟ أنا ما لي علاقة، تعرفها ولا ما تعرف؟ ماذا تقصد أن صاحبتي؟ ماذا قصدت أنت؟ نحن نقولوا عادي هذا صاحبتك وهذا صاحبك عادي بشكل عادي يعني. ما هو قول والله ما قصدت فيها صفة قدحية للمغلوب. عندك في المخيم ما هي عندنا في الجنة. لحظة يعني ما قصدت طعنا في عرضها أو شيء من هذا القبيل. لا والعياذ بالله. خلاص تفضل، انا قبلت منك كلمه. خلاص يا بنت سالك. لا خلاص يا بنت الناس، خلاص هذا هو اللي اقدر عليه انه حلف يمين ولا يبسط. عادي تكلم. مشكله المهم ما علينا. تفضل. على اي
انت كنت سمعتك تكلمت على 27 97 وهذا القرار بانه ملزم لجبهه البوليساريو بان تقبل بالحكم الذاتي، وهذه مغالطه يا الاخ الكريم الشرعي، لانه ليس هناك قرار ملزم في 27 97 بالحكم الذاتي، وانما قبول المقترح المغربي 27 97 تم قبول المقترح المغربي كحل او كمبادره قريبه من الحل السلمي. فهمت؟ يعني ما في شيء مفروض على الشعب الصحراوي. ونعطيك الدليل، لأنه لما تم إيقاف إطلاق النار في سنة 91 900 ألف اتفق الطرفان على إجراء استفتاء في الصحراء الغربية. المغرب لم يقبل بالاستفتاء، بقي يماطل. لماذا لم تسعى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى فرض الاستفتاء على المغرب؟ لا يستطيعون، وكذلك لا يستطيعون فرض الحكم الذاتي على الدولة والشعب الصحراوي، لأنه هو المعني بالنزاع وهو ابن الأرض. يعني في أول وآخر المطاف يبقى هذا كمقترح ما يخص تساؤلك حول فاتورة السلام، فهذا مقترح تقدمه جبهة البوليساريو للدولة المغربية إذا كانت صادقة في يد أو مد يد السلام. فسر لنا المعنى، فسر لنا تقاسم فاتورة السلام، ممكن توضحها لنا؟ ما فهمتوش أنا. يعني تقاسم فاتورة السلام، لا أنت تفرض علي حل ولا أنا أفرض عليك حل، تعال نجلس ويكون في مبادرة بين الشعب الصحراوي والدولة الصحراوية والدولة المغربية، نتقاسم الخيرات، تقاسم الثروات، كثير من الأمور، من أجل يعني بناء هذه المنطقة في سلم وسلام بدون دخول في حرب. لأنه هذه المفاوضات اللي تشوفها يا أخي الشرعي قسما بالله إذا كان سيفرض فيها الحكم الذاتي فكن على يقين بأن المنطقة راح تروح الحرب. ونحن نعرف ماذا يريد الكيان في شمال أفريقيا مع الأسف. طيب أنا عندي سؤال يا أستاذ حمدة. فضل. يعني أنتم صدعتم رؤوسنا بالنضال والشعارات الشيوعية والكفاح المسلح والعزة والكرامة، وباقي شوية تقولون عندكم 1.5 مليون شهيد، وفي الأخير تأتي لتتسول المغرب حتى يتقاسم معك فاتورة السلام. وين شعارات العزة والكرامة والكفاح والجهاد والنضال والاستشهاد؟ ممكن تنورنا؟ الله ينورك. والله ينورك أخي الشرعي. أولا أنا إيه؟ بعد أتحدث عن نفسي، أنا إنسان مسلم لا أتبع لماركسية ولا شيوعية، أنا إنسان مسلم. فيما يخص ما قلت أخي الشرعي، لماذا المغرب أيضا يقول بأن الصحراء مغربية في حين أنه اليوم أصبح يقول بأنه قضية الصحراء الغربية لازم نعطيها حكم ذاتي؟ أصبح يعترف حتى في الإعلام المغربي أن الصحراء غربية التي كانت بالأمس مغربية. لماذا تبدل المغرب بين الأمس واليوم؟ كذلك من يعمل مع المغرب. وأنت زرت مدينة العيون المحتلة ورأيت أصحاب حزب الاستقلال والحمامة وغيرهم من الأحزاب، ورأيت الصحراويين اللي كنت شفتهم في قصر المؤتمرات وساحة. ما رديت على سؤالي يا حمزة. لأنه يا أخي في دبلوماسية لازم نفاوض، يعني تخليتم عن النضال المسلح دابا؟ لا، لم نتخلى عليه. ها أنت الآن تطالب المغرب أنه أرجوكم تقاسموا معي فاتورة السلام. أنا أقول للمغرب إذا كنت تريد السلام فمرحبا بك، إذا لم تكن تريد السلام في الميدان. هذا هو اللي يا حميدان، يا حميدان، الميدان يا حميدان. صحيح. ويبان فيه شعيدان ويبان فيه حميدان. صح. اي صح بزاف. اي كمل يا حمزة، باقي عندك شيء حمزة؟ والله أولا أنا نشكرك عنك أعطيتني مساحة للتكلم